السلام عليكم. واخيرا وصلنا لنهايه السنه، يعني كل سنه وانتم طيبين بنهايه هذه السنه. ويعني نتمنى ان تكون السنه دي كانت سنه سعيده عليكم وحققتوا اللي انتم عايزينه، ونتمنى ان شاء الله السنه الجايه تكون احسن، والحمد لله يعني على كل شيء. ونخش بقى في موضوعنا النهارده. جايين نعمل ايه النهارده؟ في طبعا اخر كل سنه احسن مسلسلات، احسن افلام، اكتر افلام انا متحمس لها، وهي دي بقى الفيديوهات اللي جايه يعني. فهنبتدي النهارده بافضل مسلسلات السنه، وهم افضل 10 مسلسلات تحديدا يعني. فده رايي الشخصي، وده شيء يعني بديهي جدا. فسيب لي انت رايك الشخصي تحت في الكومنتات، وافضل مسلسلات بالنسبه لك. وقبل ما نبدا برضو محتاج ادي كده شاوت اوت لمحمد شعبان، هو اللي عامل اللوجو الجديد والبانر والشغل الجديد اللي احنا شايفينه دوت. اسيب لكم الانستا بتاعه تحت في الديسكريبشن لو عايزين اي شغل من الحاجات ديت. ويلا بينا نبدا. رقم 10 مسلسل دون بروفيسي. I run a school for young women. We're not a threat to anyone. مسلسل دون بروفيسي المشتق من عالم دون الكبير جدا، واللي شفنا منه لحد دلوقتي فيلمين كانوا تحف يعني حاجه في منتهى العظمه. هل المسلسل ده في مستواهم؟ اكيد لا. يعني ما تستناش ان انت تشوف ان المسلسل ده حاجه في مستوى دون، مش نفس الايبك، مش نفس اللمسه الاخراجيه كده بتاعت ديني فيلينوف، ولكن يظل المسلسل برضو كويس. قصه المسلسل عن بدايه بقى بناء البني جسرت، وازاي وصلوا للسيطرة الكاملة كده على الامبراطورية زي ما شفناهم في الافلام. واحداث المسلسل بتدور بعد الحرب ما بين الالات والبشر، وليلة كبيرة يعني، ولكن انت تفهمها مع المسلسل. وحابب اقول لك برضو ان المسلسل يعني رتمه يكون بطيء شوية والمؤثرات فيه زي ما قلت برضو مش احسن حاجة، مش زي دون. والمسلسل بصراحه فيه صراعات كتيره حلوه، يعني بيفكرني كده بجيم اوف ثرونز، واكيد لا يقارن بجيم اوف ثرونز، ولكن الخيانات والخباثه اللي في المسلسل كده بتفكرني باجواء جيم اوف ثرونز، خاصه في البدايات. المسلسل مكون من 6 حلقات بس، وتجدد لموسم تاني. رقم 9 مسلسل تيد. Fix this. You gotta find a buyer. Fresh penis! Get your fresh penis here! Jesus Christ! Still has that new penis smell. You shut up! All right, I'm just trying to help. فاكرين فيلمين تيد بتوع الدب اللي بيتكلم ده؟ وانا مش قصدي على الدب ده، لا انا قصدي على الدب ده. من اجمد افلام الكوميدي اللي نزلت اخر كام سنه اتعمل للفيلم دوت. مسلسل احداثه بتدور قبل احداث الفيلمين، واللي انت ما تعرفش ايه القصه. يعني قصه الفيلم بكل بساطه عن طفل صغير ما عندوش صحاب، بيتمنى ان الدب بتاعه يصحى ويبقى صاحبه، فبيحصل كده. قصه يعني خيال غير مبرر تماما ومبالغ فيه جدا، ولكن انت هتتبسط فشخ، يعني هتضحك للصبح. المسلسل الكوميديا اللي فيه تقيله وديرتي شويه، لا مش شويه خالص. المسلسل لو انت الكوميديا دي يعني بتحبها، الكوميديا التقيله قوي دي، فالمسلسل هيعجبك جدا. بصراحه المسلسل عجبني اكتر من الافلام كمان. المسلسل بيحكي عن الولد اللي معاه الدب دوت وهو مراهق مش هو كبير، فالمواقف كده يعني عجبتني فشخ. والمسلسل زي ما بقول لك الكوميديا تقيله قوي، فانا بنصحك اهو لو انت مش قد الحاجات دي ما بلاش تتفرج عليه. المسلسل مكون من 7 حلقات، والحلقه نص ساعه تخلصه في قعده. رقم 8 مسلسل ديسكليمر. The world needs to know the truth. قصة مسلسل ديسكليمر عن كاتبة صحفية حياتها ماشية بشكل كويس جدا، ولكن بيتبعت لها كتاب بتكتشف ان في حاجات من ماضيها المظلم وسرها اللي هي مخبئة. دي قصة المسلسل على IMDb، وانا بحاول ما احرقش زي ما انتوا، وفي ناس كتير اشتكت من ان انا بحرق وانا بقول قصة الفيلم، ولكن هديك هنت صغير لان اللي انا قلته ده مش مثير خالص للاهتمام. قصة المسلسل بقى بجد كده هحاول ما احرقش، ولكن هي عن شخصية اللي هي السيدة ديت استغلت شاب صغير جنسيا، ويعني سابته ان هو يموت. وهنا بقى بنشوف عيلة الولد دوت بيحاولوا ينتقموا من الشخصية ديت عن طريق ان هم يسوقوا سمعتها وينشروا فضايحها. افضل عناصر المسلسل ده هو التمثيل. انت عندك كيت برانشيت قدمت واحد من افضل ادوارها في مسيرتها، وبرضه الممثل اللي عمل دور الاب كان عامل اداء جامد فشخ. والمسلسل مشكلته بس في التويست اللي في الاخر محبط شويه اكتر من انه مفاجئ. يعني زي ما انت مكون مقتنع بحاجه ان هي 100% ونيجي نغيرها خالص، فانا حسيت كده اللي هو يعني ليه يعني
او يعني هتفهم لما تشوف المسلسل، او لو انت شفت المسلسل فانت فاهم انا قصدي ايه. المسلسل من انتاج ابل تي في بلس ومكون من 7 حلقات بس. رقم 7 مسلسل دارك ماتر. Do it now. Tell me love. And I can never go home. مسلسل دارك ماتر قصته عن المالتيفيرس، وعارف والله ان انت زيت من المالتيفيرس والترند اللي مارفل باركنا بيه ده، ولكن انا شايف ان المسلسل ده او العمل ده عموما اكتر عمل واحسن عمل قدم لك فكره المالتيفيرس بطريقه منطقيه جدا. وقصه المسلسل عن عالم فيزياء حياته ممله نوعا ما، ولكنه سعيد عايش يعني مبسوط كده ومع مراته وابنه، ولكن يجي يوم فجاه كده في واحد بيخطفه وبيوديه لكون تاني. يعني ايه الحكايه بقى؟ انت هتكتشف انت لما تتفرج على المسلسل الريتم بتاعه تصاعدي جدا، فانت كل حلقه بتعلي على اللي قبلها، وده كان ممتع جدا. والمسلسل برضو يعني قدم لك كل حاجه في عالم المالتيفيرس والقواعد وكل الكلام ده قدمه بشكل مدروس جدا كتابيا. والمسلسل مكون من 8 حلقات بس، استمتعت بيه، ولكن مشكلته بس في النهايه اللي كانت فوضويه شويه، ودي اللي خليته في المركز ده. وبصراحه المسلسل عجبني جدا من انتاج ابل تي في بلس، 8 حلقات وجدد لموسم تاني. رقم 6 مسلسل ريبلي. This is the situation. نتفليكس اخيرا بتقدم لنا مسلسل حلو بعد الخرا اللي هي عماله تقدمه ده. بتقدم لك مسلسل ريبلي المشتق برضو ومقتبس من روايه، والمسلسل قصته بتدور عن مزور بيتم ارساله لايطاليا عشان يرجع شاب طايش كده لاهله، ولكن القعده هناك بتعجبه وبيبتدي بقى ان هو يعمل سلسله من الجرائم، وبقى يعني حوارات كده بتحصل اللي انت هتشوفها في المسلسل برضو. والمسلسل احداثه بتدور في الستينات، فالمسلسل متصور بالابيض واسود، وده بصراحه كان من احسن حاجات في المسلسل. واختيار الابيض والاسود كان ممتاز جدا، لان هو عمل لك صوره بصريه احسن تصوير واحسن سينماتوجرافي في كل المسلسلات اللي انا قلتها. المسلسل برضو فيه اسقاطات كتيره جدا من الحضاره الرومانيه بقى وايطاليا والكلام ده، فانت بتحب الهجص ده المسلسل ده هيعجبك قوي. بطل المسلسل اندرو ستان قدم اداء خيالي، وانا متوقع مستقبل باهر جدا للممثل ده. قبل ما نخش على التوب 5 خلينا كده نتكلم عن المسلسلات المستمرة واللي نزلت منها مواسم تانية السنة دي. وخلينا نبتدي بذا بويز اللي هو يعني قدم لك أسوأ موسم في تاريخ المسلسل كله. موسم صراحة قدم مستوى سيء جدا، الأحداث كانت بطيئة ما اتحركتش حرفيا غير في الحلقة الأخيرة. الحلقة الأخيرة دي اللي كنت رزعتها بقى في الموسم اللي فات ما كانش هيحصل فرق، لأن الأحداث ما بتتحركش. أنت عايز توصل للنهاية ديت، ولكن أنت عايز تعمل موسم زيادة. قدمت حشو كتير وحاجات قرف كتير، مش بتكلم عن القرف لأنه موجود من أول مسلسل بايع لك الموضوع ده، فمحدش يعني يتضرر من الموضوع ده في آخر موسم يعني. ولكن مستنيين يعني خير في الموسم اللي جاي. هاوس اوف دراجون الموسم الثاني برضو اتكلمنا عنه في 7 فيديوهات، تقدر تروح تشوفهم او تشوف مراجعه الحلقه الاخيره الخلاصه بقى كلها. ولكن الموسم عموما كان مخيب جدا للتوقعات بتاعتنا. اركين الموسم الثاني تحفه، يعني ماستر بيس بيك ابسولوت سينما، كل المواصفات العظيمه تقرا على الموسم ده. وروح برضو شوف المراجعه اللي احنا كنا منزلينها عن المسلسل. واكيد وزي كل سنه افضل مسلسل مستمر في السنه هو مسلسل ذا بير الموسم الثالث، واللي كل موسم اصلا بيعلي على اللي قبله. مسلسل ذا بير هو مش مجرد مسلسل بيتكلم عن الطبخ، مسلسل بيتغلغل في حياه كل شخصيه، بيوريك حياه الشخصيه، مشاكل الشخصيه، مشاعر الشخصيه. بنخش كده نعمل دراسه للشخصيه ونفككها. وبصراحه المسلسل يعني مدي كل شخصيه حقها، وبنعيش معاها مهما كانت الشخصيه دي تبان مش مهمه، ليها قصه وتقدر تتعاطف معاها. رقم 5 مسلسل بيبي رندير. I think you love it. قصة المسلسل كما يقال يعني ان هي قصة حقيقية عن ستاند اب كوميديان طموح، ولكنه برضو شغال في بار. بيبتدي يلاقي يعني بيقابل ست كبيرة في البار ده، ولا ست كبيرة مش معناها ان هي ست كبيرة، يعني ست كبيرة في الاربعينات يعني. بتبدأ ان هي تطارده بجنون، وبتنطلق بقى من هنا الاحداث في مسار مجنون جدا. والمسلسل بصراحة ممتع جدا. المسلسل بيقدم لك معضلة يعني الحب زيادة عن اللزوم والتعلق والستوكينج والحاجات الغريبة ديت. فالمسلسل مش لكل الناس، في حاجات كتير الناس شافتها ان هي جريئة وما ينفعش تتقدم، وفعلا انا مش متخيل ازاي في بني ادم حقيقي مر بالخرا اللي حصل في المسلسل ده.
ولكن انا المسلسل عجبني فشخ، مكون من 7 حلقات بس، ونتفليكس ابدعت بصراحه في المسلسل ده. رقم 4 مسلسل Presumed Innocent. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? قصة المسلسل عن موت محامية في مكتب تحقيق، والمشتبه الأول في موتها هو زميلها اللي متجوز وعنده ولد وبنت، واللي زاد الطين بلة هو إن بنعرف إن زميلها ده كان على علاقة بالمحامية اللي ماتت، وده بقى اللي بيثير الشكوك، وبتنطلق من هنا برضو الأحداث. جيك جيلنهال وقصة جريمة وثريلر وتحقيق كده، فانت عايز ايه؟ انا اشتريت خلاص من اول ما عرفت ان جيك جيلنهال في المسلسل ده، لازم تتفرج عليه. مسلسل جامد فشخ، وجيك جيلنهال هو اكتر ممثل اندر ريتد في العالم بصراحة. ويعني ابل تي في بلس، يعني ابل تي في بلس هي افضل شبكة بتقدم مسلسلات حاليا، 3 مسلسلات في التوب 10 بتاعنا من ابل تي في بلس. رقم 3 مسلسل شوغون. 覚悟はできておりまする。عارف انت توقعت المسلسل ده هيكون رقم 1، لكن لا انا مخبي لك رقم 1 و2 يعني مش هتعرف تتوقعهم. قصة المسلسل في اليابان بعد موت الملك بيبتدي صراع على الحكم ما بين المستشارين بتوع الملك تزامنا مع هبوط سفينة غريبة فيها اجانب. المسلسل قدم لك البيئة اليابانية في افضل صورة، من الملابس والمعارك وحتى صفات الشخصيات والكوتس والكلام اللي بيقولوه، كلها كانت معمولة بطريقة جامدة فشخ. وبرضو حتى يعني منسوش الزلازل. المسلسل قدم لك قصة صراع على السلطة ولا غلطة، والتمثيل في المسلسل ده من كل الشخصيات كان ممتاز. وبرضو عامل اللغة كان مهم جدا، والحمد لله ان هم ما خلوش اليابانيين يتكلموا انجليزي، عشان اصلا في شخصية انجليزية وبتعوقها ان هو مش عارف يتواصل مع بقية اليابانيين، ولكن ما تقلقش يعني في مترجم، ما تقلقش. المشكلة الوحيدة في المسلسل هي النهاية الهادية زيادة عن اللزوم، ولكن اللي مطمني ان المسلسل اتجدد لموسم تاني وتالت. رقم 2 مسلسل فول اوت. There you are, you little killer. نادرا لما بتلاقي مسلسل مشتق من لعبة وبينجح، ولكن المسلسل ده عكس المعتاد. وقصة المسلسل عن ما بعد حرب نووية كاسحة دمرت العالم، خلت السطح مبقاش آمن وبقى ملوث، وعيلة القوم بقى قدروا ان هم يبنوا زي فولت او زي صوامع سراديب تحت الارض، سميها زي ما تسميها، لكن هم في المسلسل مسمينها فولت. وكل فولت من الفولتات ديت للجماعة بتوعه، المجتمع بتاعه عايشين باسلوبهم، واحنا في المسلسل ده ما استكشفناش غير 2 بس، فما بالك بقى بالباقيين عايشين ازاي. وده اللي محمسني ان المسلسل هيكون لسه فيه مواسم تانية يعني. والجامد جدا في المسلسل دوت انه اخد قصة اللعبة والفكرة بس بتاعت اللعبة وعمل قصته الخاصة. المهم يعني ان في المسلسل بنشوف شخصيتنا الرئيسية ان هي بتضطر ان هي تطلع عشان تتقابل بقى مع العالم الموحش اللي بره ده، وبتقابل شخصيات كتير مهمة في قصتنا. المسلسل ممتع جدا، وحاجات كتيرة من اللي حصلت في المسلسل انا مع كمحمد يعني متوقع ان العالم هينتهي بنفس الطريقة دي. مسلسل مكون من 8 حلقات بس وجدد لموسم تاني. رقم 1 وافضل مسلسل في 2024 بالنسبة لي هو مسلسل The Penguin. It's just the beginning. من اول ما نزل فول اوت وهو افضل مسلسل بالنسبه لي لحد ما جت التحفه دي. قصة المسلسل عن اوزولد اللي بيحاول يصعد سلم المجد ويسيطر على الوضع الإجرامي في جوثام بعد نهاية أحداث فيلم ذا باتمان. وهنا بينضم بقى لأوزولد في المنافسة شخصيات كتير منهم زي صوفيا اللي بتحاول تنافسه برضه على السيطرة على الوضع الإجرامي، وبرضه في شخصيات كتير أدت المسلسل ده يكون من أفضل المسلسلات زي صوفيا زي ما قلنا وفيكتور وأم أوزولد، واللي كلهم قدموا أداءات أسطورية خاصة صوفيا واوزولد اللي هو تحديدا كولين فيرل اللي قدم أداء خيالي في المسلسل ده، وهتظلم جدا لو ما ترشحش او يعني لازم كمان ياخد ايمي على المسلسل ده. المسلسل تصوير فيه كان جامد فشخ، قدم لك ان قد ايه جوثام دي كانت مدينه فاسده ولا زالت فاسده يعني، ولكن المسلسل بعد شويه عن باتمان وقدم لك شخصيه تكون مش مثيره للاهتمام بالنسبه لي. انا شخصيه بينجوين عمري ما اهتميت لماضيها، وقدمها لك بشكل كويس جدا وخلاها شخصيه مثيره للاهتمام. مش عايز اكرر كل الكلام اللي قلته في المراجعه، تقدر تشوف المراجعه سيبها لك في الديسكريبشن. وبس كده، دي كانت كل حاجه عندي النهارده، دي افضل 10 مسلسلات بالنسبه لي. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وتعمل سبسكرايب لو عايز تشوف بقى افضل 10 افلام بالنسبه لي. وما تنساش بقى تتابعنا برضه على مواقع التواصل الاجتماعي، سبسكرايب لايك وظبط الدنيا، والسلام عليكم.